هلا والله يا أحلى متابعين. كل سنة وانتوا طيبين. يا رب دايما بخير وسعادة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان النهاردة عندنا قصة مختلفة تماما، مليانة أحداث ومفاجآت، وصدقوني هتشدكم من أول ثانية لآخر ثانية. القصة النهاردة عن واحدة اسمها رضوى، عندها 41 سنة. رضوى بتقول: قصتي بدأت من وقت ما فقدت جوزي من 2 سنين. كنت عايشة معاه في بيت عيلته هنا في الكويت، وطبعاً كلكم عارفين بيوت العيلة عاملة ازاي، دايماً فيها توتر ومشاكل من وقت للتاني. أنا بصراحة من يوم ما اتجوزت من حوالي 10 سنين وأنا رافضة فكرة إني أعيش مع عيلة جوزي، بس الظروف كانت قاسية شوية وحياتنا ما كانتش سهلة. رضوى بتحكي أكتر عن أيامها الأولى مع جوزها، وإزاي حاولت تتأقلم مع العيشة في بيت العيلة، لكن واجهت صعوبات كبيرة، تدخل في كل صغيرة وكبيرة، مواقف مضحكة ومواقف صعبة خلتها تتمنى لو عندها خيار تاني. ومع مرور الوقت بدأت الأحداث الغريبة والمفاجآت اللي ما كانتش متوقعة تظهر في حياتها. وطبعاً مين هيسيب شقته أو بيته علشان يعيش إيجار؟ بس جوزي كان راجل محترم جداً الله يرحمه، وأنا كنت بحبه قوي. وفجأة خبر وفاته كان صدمة كبيرة ليا. حسيت وقتها إني وقعت في عالم تاني، ما فهمتش غير إنها إرادة ربنا، وما كانش عندي أي اختيار. بعد وفاته حسيت إن العيشة في بيت عيلة جوزي بقت مستحيلة. المشاكل كانت كتير، خصوصاً مع وجود ابني الصغير سعود، دلوقتي عنده 7 سنين في الصف التاني ابتدائي. ما كنتش حابة أعيش في الجو ده، كنت خايفة على نفسي وعلى ابني. زمان أيامنا كانت مختلفة، كنا عرسان جداد وحياتنا بسيطة. اتفقنا أنا وهو على تفاصيل مستقبلنا، بس بعد وفاته كل حاجة بقت صعبة ومعقدة. فكرت أسيب البيت الكبير وأدور على شقة جديدة أبدأ فيها حياة جديدة أنا وولدي. كنت عايزة أهرب من المشاكل والذكريات اللي في البيت ده. بدأت أدور على خيارات للسكن، وكنت عارفة إن الموضوع مش سهل، خصوصاً في الكويت، الإيجارات غالية والشقق المميزة قليلة. لكن كان قراري واضح، مش هرجع تاني لبيت العيلة. وبدأت أول خطوة حقيقية في حياتي الجديدة، خطوة مليانة تحديات. كنت بحاول أوفر كل حاجة لابني واشتغلت بكل جهدي، وربنا رزقني إن جوزي قبل ما يموت كان كاتب شقة باسمي. كانت في منطقة هادية بعيدة شوية عن البيت الكبير. بعد شهرين من وفاة جوزي حسيت إني لازم أحمي ابني من أي مشاكل أو تدخلات. قلت لأهل جوزي بصراحة: أنا عايزة أربي سعود في هدوء، بعيد عن الصراعات. لو طمعانين في الشقة خدوا الشقة، أنا ممكن أعيش في أي مكان، المهم ابني يعيش في أمان. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة مليانة تحديات، من ترتيب البيت الجديد لمواجهة الذكريات اللي بتطاردني. المشكلة الوحيدة إن جوزي الله يرحمه كان جايب مدرس يذاكر لسعود. الولد كان متعلم كويس جداً على إيده، بيقرأ ويحفظ بسرعة. المشكلة إن المدرس ده عارف مكان الشقة الجديدة. بعد ما انتقلت وجهزت الشقة دخلت سعود مدرسة جديدة، وبدأ يتأقلم بسرعة. كل حاجة كانت ماشية كويس، لحد ما جبت سيرة المدرس القديم وقلت لنفسي: أكيد حياتنا الجديدة لازم تبقى بعيدة عن أي تدخلات. بدأت حياتنا الجديدة بهدوء، لكن كالعادة الحياة مليانة مفاجآت. ركزت على سعود ومذاكرته، كنت بوصله المدرسة وأتابعه في كل حاجة. حاولت أدور على شغل قريب لكن ما لقيتش، فقررت أبدأ مشروع صغير أبيع فيه حاجات على الإنترنت. وبفضل ربنا حياتنا بدأت تستقر. بس الصدمة الكبيرة جت لما ظهرت درجات سعود ضعيفة جدا في الامتحانات. ساعتها حسيت إنه محتاج المدرس اللي كان معاه، خصوصاً إنه كان متعلق بيه جداً. بدأت أدور على مدرسين في المنطقة الجديدة لكن ما لقيتش. كنت متضايقة جداً وحاسة إني محتاجة مساعدة. وفجأة جات لي رسالة على رقمي من شخص اسمه مستر صيام. قال لي: عندي طلب صغير لو ما يضايقكيش. حسيت إن الرسالة دي يمكن تكون إشارة من ربنا.
مستر صيام قال لي إنه يحب يذاكر لسعود، بس بما إن المشوار بعيد مش هيقدر يجي كل يوم، ممكن يجي يومين أو 3 في الأسبوع، بس محتاج مقابل مادي. فرحت جدا بكلامه واتفقت معاه. أول ما سعود عرف الخبر فرحته ما تتوصفش، كان بيلعب ويضحك ويقفز من السعادة. لكن المشكلة إني كنت قلقانة، إزاي هسيب راضل يدخل البيت وأنا لوحدي؟ بس اضطريت أوافق عشان خاطر ابني. وفعلا جه يوم الدرس الأول، رن عليا وقال إنه واقف تحت. شاورت له من البلكونة وطلع عندي. ساعتها بدأت اللحظة الحقيقية اللي هتغير حياتنا. أول ما دخل شفته بيبصلي بنظرة لطيفة وقال: وحشتوني جدا. الكلام كان جميل وذوقه عالي جدا. سعود أول ما شافه جري حضنه، والمدرس رد عليه بنفس الشوق. أنا فرحت جدا بالمنظر. جهزت له عصير وهو قال: مش هتعب حضرتك، أنا بس هذاكر وأمشي. ومن هنا بدأت أول جلسة مذاكرة لسعود معاه، بداية لسلسلة من الأحداث الغريبة. قعد يسألني عن أسباب انتقالي من البيت القديم. حكيت له عن المشاكل مع أهل جوزي. قال لي: عندك حق، أنا كمان ما بحبهمش. أنا جيت هنا علشان سعود بس، بحبه واعتبره زي ابني. ساعتها حسيت براحة كبيرة، وحسيت إن وجوده مش بس للتعليم، كمان رعاية واهتمام. بعد شوية لقيته بعت لي رسالة على الواتساب وأنا قاعدة في أوضتي. استغربت، لكنه قال إنه حابب يدردش معايا. وفجأة وسط الكلام قال لي: على فكرة، انت شكلك زي القمر. اتكسفت جدا، لكن كلامه رفع معنوياتي. خلص الدرس ومشي، بس أنا فضلت مبسوطة من كلامه. وبالليل بعتله رسالة وبدأنا نتكلم مع بعض. الكلام اتطور وبقينا نتعلق ببعض. في يوم تاني لقيت الباب بيخبط فجأة. فتحت لقيت مستر صيام واقف قدامي. كنت لابسة لبس خفيف واتكسفت شوية. دخل وقعدنا نهزر ونتكلم. كنت فرحانة لكن في نفس الوقت محتارة، قلبي بين السعادة وبين شعور الذنب. كنت محتاجة نصيحة، محتاجة أعرف إيه الصح. وفي النهاية فهمت إن أهم حاجة في حياتي هو ابني، سعادتي الحقيقية في الاستقرار والراحة النفسية. وبكده خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمني جدا. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم قريب في قصة جديدة مليانة أحداث مشوقة.